في جنجل اسمها conditional happiness. القرود سموها كده عشان يتريقوا على humans. كان في لاين مختلف عن باقي جنجل كرو. مش مختلف عشان بيتكلم انجلش، لا، كل الحيوانات هناك كانوا fluent. لكن المختلف إنه ما كانش بيزقر عشان fear، كان بيزقر عشان motivation. اللاين ده اسمه سليم، وكان عنده obsession غريب بكورة الفوتبول. أول ما شاف بول مطاط صغيرة بتاعت كيد تايه في الغابة، حصل سبارك في دماغه. Since that day بقى بيتمرن كل يوم عند شجرة المانجو القديمة اللي قلبتها goal posts. الغزلان أول ما شافوه بيجري after the ball panic mode اشتغل فوراً. أسد بيجري وراهم بالبال، دي أكيد new hunting strategy. بس بعد كذا يوم غزالة اسمها لميس قررت take the step وقالت له: هو أنت عايز تبلعنا ولا play معانا؟ الأسد ضحك وقال laughingly: لو كسبتوني promise مش هقرب لكم تاني، وكل واحد فيكم ياكل البنانة بتاعته في peace. الغزلان ضحكوا وقالوا deal، وبدأت اللعبة بسكة هزار turned serious. بقى في دوري رسمي official في الجنجل، الفريق اللاينز ضد فريق الديرز. الموضوع بقى viral، والكرو بقى الكومنتيتور الرسمي، والمونكيز جمهور بيعملوا نويز أكتر من الديربي الأهلي والزمالك. الغزلان كانوا faster وأخف، والأسود كانوا stronger وأشرس، والماتشات كانت epic فعلاً. في أول جيم الديرز كسبوا 3-2، وسليم وقف shocked وقال وهو laughing: أنا اللي كنت فاكر نفسي king of the jungle، طلع عندنا golden feet أحسن مني. من اليوم ده الجنجل ما بقتش تصحى على roar، بقت تصحى على whistle. ما بقاش في predator و prey، بقى في players و fair play. حتى التايجر بقى goalkeeper احتياطي لما سليم يغيب. imagine كده تايجر لابس gloves. الجنجل اتعلمت lesson بسيط بس powerful. اللعبة ممكن يوحد اللي الخوف divided، والضحكة ممكن تعمل peace treaty من غير paper ولا pen. ولما سليم كبر وبطل play officially، ساب على جذع الشجرة اللي كانت الجول مسج محفورة: playing isn't weakness, it's life. واللي بيلعب مش بيضيع وقته، ده بيرجع لنفسه with peace. في جنجل اسمها conditional happiness. القرود سموها كده عشان يتريقوا على humans. كان في لاين مختلف عن باقي جنجل كرو. مش مختلف عشان بيتكلم انجلش، لا، كل الحيوانات هناك كانوا fluent. لكن المختلف إنه ما كانش بيزقر عشان fear، كان بيزقر عشان motivation. اللاين ده اسمه سليم، وكان عنده obsession غريب بكورة الفوتبول. أول ما شاف بول مطاط صغيرة بتاعت كيد تايه في الغابة، حصل سبارك في دماغه. Since that day بقى بيتمرن كل يوم عند شجرة المانجو القديمة اللي قلبتها goal posts. الغزلان أول ما شافوه بيجري after the ball panic mode اشتغل فوراً. أسد بيجري وراهم بالبال، دي أكيد new hunting strategy. بس بعد كذا يوم غزالة اسمها لميس قررت take the step وقالت له: هو أنت عايز تبلعنا ولا play معانا؟ الأسد ضحك وقال laughingly: لو كسبتوني promise مش هقرب لكم تاني، وكل واحد فيكم ياكل البنانة بتاعته في peace. الغزلان ضحكوا وقالوا deal، وبدأت اللعبة بسكة هزار turned serious. بقى في دوري رسمي official في الجنجل، الفريق اللاينز ضد فريق الديرز. الموضوع بقى viral، والكرو بقى الكومنتيتور الرسمي، والمونكيز جمهور بيعملوا نويز أكتر من الديربي الأهلي والزمالك. الغزلان كانوا faster وأخف، والأسود كانوا stronger وأشرس، والماتشات كانت epic فعلاً. في أول جيم الديرز كسبوا 3-2، وسليم وقف shocked وقال وهو laughing: أنا اللي كنت فاكر نفسي king of the jungle، طلع عندنا golden feet أحسن مني. من اليوم ده الجنجل ما بقتش تصحى على roar، بقت تصحى على whistle. ما بقاش في predator و prey، بقى في players و fair play. حتى التايجر بقى goalkeeper احتياطي لما سليم يغيب. imagine كده تايجر لابس gloves.
الجنجل اتعلمت lesson بسيط بس powerful. اللعبة ممكن يوحد اللي الخوف divided، والضحكة ممكن تعمل peace treaty من غير paper ولا pen. ولما السليم كبر وبطل play officially، ساب على جذع الشجرة اللي كانت الجول مسج محفورة: Playing isn't weakness, it's life. واللي بيلعب مش بيضيع وقته، ده بيرجع لنفسه with peace.